بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو جديد عن فطام الزغاليل. طيب، كان في سؤال، يعني حد سألني انت بتفطم الزغاليل ازاي؟ فيعني مع النقاش كده فهمت ان هو دايما يحصل له انتكاسة في فطام الزغاليل. يعني لما بيفطم الزغاليل بيحصل له مشكلة مع الزغاليل. طب والاهالي كويسة، بس اول ما بيفطم بيحصل له ايه؟ مشكلة. فاحنا هنتكلم النهاردة في الفيديو عن ازاي نفطم الزغاليل. تمام. اول حاجة هنتكلم عليها التحصين. احنا انا هتكلم يا جماعة عن نفسي. انا هتكلم عن نفسي. احنا هنفطم دلوقتي جوزين زغاليل، واقول لكم انا اتعاملت معاهم ازاي. من 3 ايام انا حصنت روشه، اللي هو تحصين وزاره الزراعه، للقص ده والقص ده. تمام. قبل التطعيم بيوم هندي فيتامينات، ويكون فيها فيتامين د، ونستمر بقى بعد التطعيم يومين ولا حاجه فيتامينات او روافع مناعه. تمام كده. ويفضل القص بعد التحصين مع الاهالي 3 ايام. بعد تحصينة الروشة يفضل مع الأهالي 3 أيام. ليه؟ عشان ما يحصلوش انتكاسة. يعني ما ينفعش نحصن ونفطم في نفس اليوم. لا، نحصن قبل الفطام ب3 أيام. تمام كده؟ طيب، أجيب لكم زغلول. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، احنا دلوقتي يا جماعة عايزين نفطم الزغاليل. انا قلت لكم عملت ايه؟ من 3 ايام حصنت روشة، يعني القص ده كده، ده واخوه متحصن روشة. سبته 3 أيام مع الأهالي مع وضع فيتامينات ورافع مناعة لمدة 3 أيام. يعني قبل التحصين بيوم فيتامينات، بعد التحصين بيوم فيتامين. اليومين الأخرانيين دول رافع مناعة. تمام كده؟ بعد كده عايزين بقى نفطم الزغاليل. أول حاجة التدفئة في الوقت اللي احنا فيه. ما بتكلمش في الصيف، انا بتكلم دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده. درجة الحرارة يا جماعة قليلة جدا بالليل. فاحنا لازم يبقى في المكان اللي هيتحط فيه الزغاليل لازم يكون فيه تدفئة كويسة، يكون درجة الحرارة معتدلة. ما ينفعش تاخد الزغلول من وسط الأهالي تعزله في مكان برد. أول حاجة هتحصل هيجيله تنفسي، هيمرض بالبرد. يبقى دي تاني حاجة، التدفئة. طيب. طب احنا جهزنا. طب انت بتدفي، انا هوريكم بقى انا عامل ايه عشان برضو ايه. شايفين يا جماعة اهو. اهو، خلينا هنا. العين دي انا مجهزها للحضان ده. الجوزين اللي هيتفطموا في العين دي. تمام. هوري لكم بقى انا عامل فيها ايه. نحط الزغلول اهو. اولا الارضيه علشان ما يبردش من السلك انا حاطط لهم رمل. تمام. تاني حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم بقى في الفكره دي؟ طبعا العين دي متجهزه برضو زي دي. لحد ما نبقى نجهز بقى الاوضه ككل ان شاء الله انا هعمل مصطبه كبيره لفطام الزغاليل، هتبقى مجهزه بتدفئه وكده. ديت كده لمبة عشان الحرارة، لمبة 100 عشان الحرارة. لازم يبقى في تدفئة عند الزغاليل. احنا كده ظبطنا التدفئة. كنا محصنين الحمام. ده انا بعمل كده. ما حدش يقول لي انت ما تجبرنيش احصن او ما احصنش، انا عايز افطم وخلاص. انا بعمل كده يا جماعه، بحصن روشه قبل الفطام ب3 ايام. بعد كده بدفي الحمام، بحط له حاجه في مكان دافي او بشغله لمبه. المهم يبقى المكان اللي هو فيه درجه حرارته معتدله. تمام. طيب، تالت حاجه بقى، احنا ما ينفعش نفطم مثلا يعني. اجيب لكم الزغلول التاني. ده اخوه.
ما ينفعش افطم جوز الزغاليل ده النهارده واجي بعد يومين افطم الجوز الزغاليل التاني ده. ليه؟ جوز الزغاليل ده بعد يومين هيعتبر المكان ده مكانه، فطره بقى ربنا خلقه كده، هيعتبر ان العين دي بتاعته. لما تيجي تحط له زغاليل تانية بعد يومين هيهاجمها ويضربها، ومش هيخليها تاكل ولا تشرب وهتتبهدل. تمام؟ يبقى ايه العمل؟ لما نيجي نفطم زغاليل تتفطم في نفس اليوم، يعني هتفطم جوزين، افطم الجوزين في نفس اليوم وحطهم في نفس الوقت في العين الجديده، كده هياخدوا على بعض، مفيش حاجه هتضرب حاجه، ويبقى احنا فطمنا الزغاليل في وقت واحد. ما ينفعش افطم جوز وارجع احط معاه حمام تاني بعد يومين او ثلاثه، هيهاجمه وهيضربه مش هيخليه ياكل. يبقى احنا كده ديت حاجه برضو لازم نحطها في الحسبان، نفطم الزغاليل كلها اللي احنا عايزين نفطمها في يوم واحد، لانها مش تفرق ايام، انا كده كده هفطم بعد بكره. طب ايه اللي يخليني احط حمام النهارده واجي بعد يومين احط معاه حمام تاني؟ طب ما انا احطهم كلهم في يوم واحد. تمام؟ عشان نبقى واخدين بالنا من الحاجات البسيطه دي. بسم الله. ده حمام سيلفر وارد الكويت. وعايز اقول لكم بمناسبه السيلفر معلومه بسيطه كده يا جماعه. السيلفر اللي في مصر اصلا المفروض ما نقولش عليه سيلفر، لان هو اصلا لونه بيبقى بني، بس احنا هنبقى نعمل فيديو نشرح فيه بالتفصيل اللون ده. طيب، ما ينفعش بقى لما نيجي نعزل زغاليل، ما ينفعش ناخد زغاليل صغيره. يبقى احنا كده هنتكلم في العمر اللي احنا نفطم فيه الزغاليل، او نفطم الزغاليل امتى. اول حاجه الزغلول لازم يكون كاسي تحت الجناح، تمام كده، او عمره 28 يوم وانت طالع. طب اقل من كده يبقى لازم اشوفه بعيني بيلقط مع الاهالي، او بيروح على المكلف ده ياكل منه مع الاهالي. لو انا شايفه بعيني بياكل مع الاهالي اقدر اعزله بعد 25 يوم مفيش مشكله. او ان هو خلاص بدا يكسي تحت الجناح وعمره مثلا من 28 يوم 30 يوم واحنا طالعين كده نفطم واحنا مطمنين خالص مفيش مشكله. تمام؟ في بقى تريكايه بسيطه كده، لما نيجي نفطم زغاليل صغيره واحنا ما شفناهاش بعينينا بتاكل مع الاهالي وهي اصلا لسه ما كستش تحت الجناح وعمرها صغير، لازم نفطمها مع زغاليل اكبر منها تكون بتلقط او كده عشان تتعلم منها الاكل والشرب، لان الحمام بيعلم بعض. فلما نحط بقى في نفس العين حمام كبير بياكل مع الاهالي وبيشرب مع الاهالي، احنا شايفينه بيشرب من الميس او بياكل من الاكل العادي خالص، لما نحط معاه زغاليل لسه ما اتعلمتش الاكل، هو هيعلمها كانه اهالي بالظبط، هو يعلمها تاكل منين وتشرب منين. تمام كده؟ يبقى احنا قلنا العمر يكون فوق ال 28 يوم للفطام، او ان هو كسى تحت الجناح كده عشان نعرف يا اما بالشكل يا اما لو انا مسجل تاريخ خروج الزغلول من البيضه في عمر 28 يوم 30 يوم اعزله لوحده عادي هياكل ويشرب. وانا بقى مطالب اعمل حاجه للزغاليل بعد الفطام بيوم واحد، هقول لكم عليها بس نحط الزغلول الاخير ده معاهم. كده الزغاليل دي يا جماعه متحصنه روشه بعد العزل كده في العين دي النهارده 20 يوم من تاريخ النهارده هياخدوا تحصينه السالمونيلا. تمام؟ انا طبعا سالت كتير في موضوع التحصينات ده، لقيت افضل حاجه في تحصينات وزاره الزراعه ان هي تتاخد بقى كل الروشه النهارده والسالمونيلا بعدها ب 20 يوم، وانا بقيت بعمل كده، بحصل الروشه عند الفطام بيومين، قبل الفطام بيومين او ثلاثه، وبعد العزل ب 20 يوم احصن سالمونيلا. ده عشان اللي يعني بيسال عن موضوع التحصينات للزغاليل. طيب العين دي بقى تاخد كام زغلول؟ العين دي يا جماعه تشيل من 3 زغاليل ل6، ايا كان بقى 5 4 بتبقى كويسه جدا ومريحه عليهم. فانا كمان في قص في السايب هجيبه بقى بالمره واحنا مع بعض. تمام؟ خليكم معانا عشان بس ابين لكم حجم العين لما تاخد 6 زغاليل.
انا ما كنتش هفطمه النهارده، بس ايه، عشان نشوف العدد يعني. بسم الله. الغرفة السايبة يا جماعة صعبة جدا في دوشتها يعني. ان شاء الله هنحاول نقلبها كلها سلكات. ده كمان قصر يا جماعة، يبقوا ثلاث تجواز في العين مفطومين. كل دول الثلاثة دول انا محصنهم في يوم واحد من 3 ايام. كده العين فايقة خالص ورايقة وزي الفل. 6 زغاليل. في عين هنا فيها 5 عادي، وفي عين تانية هي فيها 4، مفيش مشكلة. يعني من 3 من 2 عادي. ممكن أعزل في العين زغلولين بس، وممكن أعزل 3 و4 و5 لحد 6 زغاليل. الفيديو بتاعنا كده خلص. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.